بيبدأ الفيلم بالإمبراطور كاسكو. نبتدي نوصفه كده واحدة واحدة: أناني، متكبر، متنمر، قلبه حجر، ما بيفكرش غير في نفسه، وقليل الذوق. يعني لدرجة إن الناس كلها بتفضل تغني له قد إيه هو عظيم ومفيش زيه. وفي نص الأغنية بيخبط في راجل عجوز، فراح رميه من البلكونة علشان لخبط له روشانته يا عيني. يعني هو اللي خبط فيه وغلطان وبرضه رماه. شفت الظلم؟ نسيب الإمبراطور ونروح لواحد اسمه باتشا. بيكون رايح للإمبراطور عشان هو طلبه، وفي طريقه بيشوف الراجل العجوز وبينزله. كويس إنها جت سليمة. وبيدخل لكاسكو ونروح لشريرة الفيلم دي، أزمة مستشارة الإمبراطور. الوصف الدقيق ليها بيخوف بيها العيال، وتحسوها كده موجودة من أيام الهكسوس. بس ما يغركوش شكلها كده، دي فيها صحة مش موجودة في حد، وبتكون نفسها تبقى مكان الإمبراطور. ففي غيابه بتقعد على كرسيه وبتفضل تؤمر في الناس. واللي جنبها ده بقى كرونك، دراعها اليمين، بس طيب وغبي شويتين تلاتة. من الآخر هو شبه رمزي بتاع رجل الستات، وإزمة عادل. كرونك ده ماشي وراها في الصح والغلط. وهنا بيدخل عليهم كاسكو وبيتعصب عليها عشان قاعد على كرسيه، وبيقول لها أنا مش الإمبراطورة، هي مجرد المستشارة، وحتى دي كتير عليها. وبيرفضها علشان من الآخر مدة صلاحيتها انتهت من زمان، وبقت عمالة زايدة، وإنه استغنى عن خدماتها. من الآخر مسح بكرامتها الأرض. ولما بتقوله إنها طول عمرها بتخدم الإمبراطورية، بيقول لها بكل برود إن كل واحد ليه عمر افتراضي، وهي عدته من 500 سنة، يعني مفيش تعزية مالهالهاش. فبتتعصب وبتمشي وهي بتجز على أسنانها. وهنا بيدخل عليه باتشا، فكاسكو بيسأله إذا كان التل ده الجو فيه كويس، والتل ده بيكون بيت باتشا عليه. فبيقول له أيوة. فراح كاسكو قال له إنه هيهد بيوتهم ويبني المنتجع الصيفي بتاعه على التل ده. فبيتخض باتشا وبيقول إنه ما ينفعش يعمل كده، وإنه كده هيعيش فين. بس طبعا دي مش مشكلة كاسكو خالص، وبيطرده. نرجع لإزمة اللي بتكون شايطة وعمالة تبرطم وتكسر في تماثيل كاسكو، وبتجيلها فكرة إنها تموته وتخلص منه. وطالما إن مفيش حد لسه عارف إنها اترفدت، هتبقى هي الإمبراطورة مكانه علشان هو ملوش ولي عهد. وبتروح هي وكرونك على معملها، وبتطلع سم وبتديله كرونك عشان يحطوا الكاسكو في الأكل ويخلصوا منه. وبيجي ميعاد العشاء، وبيجي كاسكو وبيقول لإزمة اوعي تكوني زعلانة عشان رفدتك. فإزمة بتجز على لسانها أكتر وبتقوله لأ طبعا. وكرونك بيحط السم في العصير، وأول ما بيشربه كاسكو بيموت في لحظتها. أنا مش عارفة إيه السرعة في الأداء دي. بس فجأة بيصحى تاني وبيلاقوه تحول لنامة. فإزمة بتخلي كرونك يضربه، ولما بتشوف الإزازة بتكتشف إنها مش سم، دي بتحول لنامة. فبتتعصب وبتؤمر كرونك يتخلص منه، وهو بيكون كل اللي همه العشاء والحلم. فبيقرروا يحلوا الأول وبعدين يقتلوه. قرار عظيم والله، الواحد ما ينفعش يقتل من غير ما يحل برضه. بصراحة هو أهبل وهي أهبل منه. وبعد الحلو والقهوة كمان بيروح كرونك الشلال علشان يرميه من فوق. بس على آخر لحظة ضميره بيصحى وبيلحقه قبل ما يقع، وبيفضل يفكر يعمل ايه. لكن فجأة بيتكعبل وبيقع منه كاسكو على عربية باتشا. ولما جه كرونك يلحقه بيكون مشي وما بيلحقهوش. وباتشا بيفضل يمشي كتير لغاية ما بيوصل لبيته، وبيكون زعلان جدا. بس ما بيقولش حاجة لمراته وولاده عشان ما يزعلهمش. بس بنته دي ما بتفكركمش بحاجة؟ مش شبه تيتي شيري؟ اللي ما يعرفهاش دي كانت في مسلسل كرتون كان بيجي زمان اسمه سنوحي وحابي وتيتي شيري. عارفين بكار يعني محمد منير، سنوحي وحابي وتيتي شيري بقى يعني تامر حسني. انا خرجت بره الموضوع قوي، نرجع للفيلم تاني. باتشا بيقول لمراته ان الامبراطور ما فضيش يقابله، فبتتعصب عشان دي قله ذوق وخلاه يمشي المشوار ده كله. وبتروح تفش غلها في غسيل المواعين. امال لو عرفت الحقيقه هتعمل ايه؟ وهو بيطلع، وهنا بيشوف الشوال بيتحرك، ولما بيفتحه بيشوف كاسكو، وبيتخض لما بيلاقيه بيتكلم. بس بيعرف من كلامه ان الامبراطور. وكاسكو ما بيكونش فاكر حاجه ومش عارف اصلا انه اتحول للاما. لكن لما بيشوف نفسه بيفضل يصوت ويعيط، وافتكر ان باتشا هو اللي عمل فيه كده علشان ينتقم منه. بس باتشا بيعرفه انه ما عملش حاجه. فكاسكو بيأمره يوصله للقصر علشان إزمة عندها معمل واكيد هتعرف ترجعه زي ما كان. لكن طبعا باتشا مش بيوافق، وبيقول انه مش هيوصله غير لما يرجع في كلامه ويبني المنتجع على تل تاني، وانه مش عارف يوصل لوحده علشان المكان مخيف وكله فوله تعابين، وانه اصلا ما يعرفش الطريق وهيتوه. بس كاسكو بيرفض طبعا، ما بيهتمش بكلامه، وبيعمل فيها شجاع السيما وبيمشي. فباتشا بيتعصب وبيقول احسن اصلا لو مفيش كاسكو مفيش حاجه هتحصل لبيته. بس ضميره بيوجعه برضه. ونروح لشجاع السيما اللي ما بيفضلش كده كتير، بيترعب من الاصوات اللي حواليه. وفجاه بيظهر له سنجاب كيوت خالص وبيديله بندقه وبيكون مستني شكرا. بس شكر كاسكو حاجه تانية، بيخبط البندقه في وشه، فالسنجاب بيحطه في دماغه. وهنا بيقع كاسكو وسط فهود كتيره جدا، بس الحمد لله بتكون نايمه. لكن الموضوع يعدي كده؟ لا طبعا، بيجيله السنجاب عشان ياخد بطاره، وبيفرقع بالونه بتصحي عليه كل الفهود، وبيفضلوا يجروا وراه لحد ما بيوصل للحافه
ادي اخرة قلة الذوق. وهنا بيجيله باتشا في هيئة طرزان وبيلحقوا. بس الموضوع يعدي كده؟ لا طبعا. بيتكتفوا في شجرة. الموضوع يعدي كده؟ لا طبعا. بيقعوا في المية. الموضوع يعدي كده؟ ايه؟ لا طبعا. بيقعوا من فوق شلال اخر صخور مدببة. الموضوع يعدي كده؟ المرة دي بيطلع باتشا وكاسكو من المية والحمد لله لسه عايشين. وبعد كل اللي حصل ده برضه كاسكو ما بيتغيرش، وبيؤمر باتشا تاني انه يوصله، وبرضه هيبني المنتجع على التل ده. فباتشا كان هيتعصب بس بيمسك نفسه وبيقول له اكيد يعني هو مش قلبه حجر، وضميره هيقول انه ما ينفعش يطرد الناس عشان مصلحته. بس كلامه ولا بيحوف كاسكو. فبيتعصب باتشا وبيقول له من الاخر لو ما غيرتش رايك مش هرجعك القصر. فكاسكو بيضربه ببندقه. راح باتشا بص له وبرق له. فكاسكو عمل من بنها وقال له مش انا اللي حذفتها، هتولع النار ولا ايه؟ مين طفى النار؟ ودخل ينام. وبيكون سعان قوي، فقلب باتشا الطيب بيخليه يروح يغطيه بهدومه. فكاسكو ما بيكونش فاهم هو بيعمل ليه كده. ونروح للقصر اللي إزما بتعلن للناس موت كاسكو، وبتكونش عارفه اللي كرونك عمله. ومفيش 5 دقايق وبتقول الحقيقه ابقى من الميت، وبتشيل اي صوره ليه وبتحط نفسها. بس فرحتها ما بتكملش. كرونك بيفضل يتعتق ويتوتر لغايه ما بتعرف اللي عمله. فوشها بيجيب الوان نفس لون فستانها وشعرها بالظبط، وبتجري هي وكرونك عشان يدوروا عليه ويموتوه المره دي بجد. وتاني يوم بيصحى كاسكو وبيدي باتشا هدومه وبيشكره، وبيقولوا انه موافق يبني المنتجع على تل تاني، وبيوعدوا بعض ان كل واحد يعمل اللي قال عليه. وبيتحركوا يروحوا للقصر، ولما بيجوا يعدوا على كوبري بيتكسر وباتشا بيقع. بس كاسكو ضيفوا على كل صفاته الوحشه بقى الخيانه كمان، وبيقولوا انه كان بيضحك عليه وبيمشي. بس شوفوا بقى سخريه القدر، بيقع جنبه بالظبط، وبيفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما بيقعوا، وبيتعلقوا بين صخرتين وتحتهم تماسيح كتيره. فباتشا بيقول ان هم لازم يساعدوا بعض عشان يطلعوا، وفعلا بيحطوا ايديهم في ايد بعض وبيبتدوا يطلعوا واحده واحده لغايه ما بيطلعوا. وهنا فجاه الارض بتتكسر وباتشا كان هيقع، لكن كاسكو بيلحقه. فبيتصدم باتشا من اللي عمله، وبيقول انه كان عارف ان لسه في قلبه شويه طيبه. وكاسكو بيفضل ينكر لغايه ما بيعترف ان مفيش حد قلبه حجر. ومن هنا ابتدى كاسكو يتغير بجد، بس كده من غير كوبري هيضطر يمشي من طريق تاني هياخد 4 ايام. فبيتصدم كاسكو انه لسه عايز يوصله، بس باتشا بيقول له انه ما بيخونش الوعود. لكن كاسكو برضه ما غيرش رايه وهيبني المنتجع بتاعه. بس باتشا بيكون عنده امل ان في ال4 ايام يغير رايه وبيكملوا طريقهم. ونرجع لكرونك الغلبان اللي شايل إزما وعمالين يدوروا على كاسكو في كل حته، ولما بتعتقه وبتنزل بتقع في الطينه، والحشرات مش بتسيبها في حالها. ولما بيجي لها السنجاب الكيوت عشان يديها بندقه بتزعق فيه. والله السنجاب كيوت ما يستاهلش كل ده، بس السنجاب برضه بيحطها في دماغه. إزما دي محدش طايقها في الفيلم كله غير كرونك. وهنا السنجاب بيفضل يشتكي لكرونك من إزما، وكرونك عشان كان في الكشافه بيعرف يتكلم مع السنجاب، وبيقول له السنجاب عن كاسكو. فاول ما إزما بتسمع من كرونك جت تقول للسنجاب يا سيدي. طبعا اذا كان ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي، بس هو ما بيكونش طايقها وبيخليها تقف بعيد عنهم. بيوقفوا في النوتي كورنر وبيقول لكرونك كاسكو مشي منين، فبيمشوا في الطريق ده. ونرجع لكاسكو وباتشا واللي بيروحوا المطعم عشان ياكلوا، وكاسكو بيتنطر في واحده ست وبيعمل نفسه مرات باتشا. فلما بيقولوا للجرسونه ان هم عرايس جداد بتقول لهم شده وتزول زي غيرها. كان لازم تسمعوا منها بصراحه، قالتها حلوه قوي. وبتنزل لهم الاكل، بس كاسكو بيقرف منه وبيدخل يتكلم مع الطباخ. وهنا بتيجي إزما وكرونك، وباتشا بيسمعهم وهم بيتكلموا عن كاسكو، وبيعرف ان هم بيحاولوا يقتلوه. وكرونك لما بيشوف باتشا بيشبه عليه وبيحاول يفتكر شافه فين. فباتشا بيزوغ منه وبيدخل المطبخ عشان يلحق يهرب كاسكو وما يشوفوهوش، وفعلا بياخده وبيطلع وبيقول على اللي سمعه. بس كاسكو مش بيصدقه وبيتهمه انه مش عايز يرجعه القصر عشان ما يبنيش المنتجع بتاعه. فبيتعصب باتشا وبيسيبه يروح لهم، وبيروح لهم لكن بيسمعوا انه بيقول انه كان لازم يموت وهيفضلوا يدوروا عليه عشان يقتلوه. فبيزعل كاسكو قوي وبيفضل يدور على باتشا بس مش بيلاقيه وبيفضل لوحده. ونرجع لكرونك اللي بيصحى فجأة وبيكون افتكر باتشا وان هو اللي كاسكو واقف على عربيته، وبيدخل يبلغ إزما. انا مش مستغربه خالص من اللي هي حاطه على وشها ده، بس اللي مستغربه له تخيلوا معايا كده وهي طالعه تقتل كاسكو ما نسيتش تاخد معاها ماسك لوشها. هي كانت في ايه ولا في ايه؟ نرجع للمهم. كاسكو اخيرا بيلاقي باتشا وبينزلوا على كل حاجه قالها له. فباتشا بيسامحه وبيقولوا انه بس هيرجع للبيت يجيب شويه حاجات ويروحوا للقصر على طول. بس لما بيوصلوا للبيت بيعرفوا من الجيران ان في واحد ضخم وست عجوزه شبه اللي بيخوفوا بيها العيال موجودين عندهم في البيت، وفعلا بيكونوا قاعدين عنده في البيت. وإزما بتقول لمراته انها قريبته، وبتقول له قربه كده. بصراحه انا كسلت احلها واعرف تقرب له ايه. انا هقولها لكم يمكن تعرفوا، واللي يعرف يقول لي في الكومنتات. هي تبقى جدة نسيب جوز خالد بنت عمه، وبتنهي كلامها وبتقول من ناحيه ابوه. والله هحل 100 مساله ماس اسهل من دي. نرجع لكرونك
اللي بيكون سايب إزمة تقول الكلام الهبل ده وبيلعب مع ولاد باتشا. وبتروح لإزمة وبتقوله لما تديه إشارة يفتش البيت، وبتديه الإشارة بس هو بيفهم الإشارة غلط. وهنا مرات باتشا بتشوفه فبتروح له وبيعرفها كل حاجة، فبتقول إنها هتعطلهم على قد ما تقدر على ما يلحقوا هم يروحوا المعمل قبلهم ويرجعوا شكله الطبيعي. وفعلا بتعمل خطة مع ولادها وبتحبسها هي وكرونك في أوضة، وبتفضل تستهبل عليها لغاية ما بتقرر إزمة تكسر الباب، فبيقولوا لها قوي قوي. وفي اللحظة دي بتفتح الباب فبيطيروها وبيلبسوها كذا حاجة في وشها لغاية ما تتحول لهذا الشكل. وهنا بيشوفوهم وبيفضلوا يجروا وراهم حبة حلوين لغاية ما كاسكو وباتشا بيوصلوا للقصر وبيدخلوا معمل إزمة، بس بيلاقوا الإزازة اللي بتحول لإنسان مش موجودة، وبتظهر إزمة من وراهم وهي مع الإزازة. فكاسكو بيتأسف لها إنه رفضها بس مش لدرجة إنها تموته يعني، فبتقول له إنه مرفوض وتاريخ صلاحيته انتهى، يعني بترد له كل اللي قاله لها وبتدي لكرونك دي عشان يقتله. بس ضميره بيصحى، أنا مش عارفة ضميره بيصحى عند القتل بس ما هو اللي بيساعدها. وهنا بتفضل تهزق في كرونك عشان يقتله وبتقول له كل الشتايم في الدنيا وعادي ولا بتهزه، بس لما بتقول له إنه أكله وحش بتضربه في قلبه، فبدل ما يقتل كاسكو بيوقع عليها النجفة، لكن عشان هي رفيعة بتعدي من النجفة وبتوقع كرونك في البدروم. وهنا بيجي باتشا وبيفضل يحاول ياخد الإزازة منها، بس لما الإزازة بتقع منها بتروح موقعة كل الأزايز عليها، وكده الإزازة طلعت وسطهم وبتنادي على الحراس عشان يمسكوهم، فبياخدوا الأزايز كلها بسرعة وبيجروا وبيفضلوا يجربوا كل الأزايز وهما بيجروا لغاية ما في الآخر بيتحول لما تاني وبيتبقى آخر 2. وهنا كل الحراس بيقعوا فإزمة بتنط عليهم، وده بيخلي إزازة تنفجر فيها وبتحولها لقطة، وحتى وهي قطة عاملة مشاكل وبيفضلوا يتخانقوا كتير لغاية لما إزمة بتقع تحت والإزازة بتتحدف وبتقع على الطرف، وبرضه باتشا بيقع وبيمسك. وهنا بيكون قدام كاسكو خيارين، ينقذ باتشا أو يلحق الإزازة قبل ما تقع، وبيختار باتشا وبيلحقها على آخر لحظة والإزازة بتقع. بس لحظهم الحلو بيكون في ترامبولين تحت وجودها غير مبرر خالص، بس هي موجودة عشان النقطة دي بس. بتقع عليها إزمة وبتطير تاني لفوق وبتمسك الإزازة قبل ما تقع، بس الحدفة بتكون قوية حبتين وبتلزقها في السقف والإزازة بتقع منها على الطرف. هنا باتشا وكاسكو بيحطوا ايديهم في ايد بعض لتاني مرة وبيطلعوا عشان يجيبوها، بس قبل ما باتشا يمسكها بتمسكها إزمة. انا مش فاهمة ما بتموتش ليه، كل شوية تطلع لنا. بس فاكرين كرونك اللي وقعت في البدروم؟ طلع البدروم بيطلع على هنا وبيفتح بكل قوته وسذاجته وبيلزق إزمة في الحيطة، واخيرا بيمسكوا الإزازة وبيفرحوا جدا وبيحضنوا بعض وبيشربها كاسكو وبيرجع لطبيعته، بس المرة دي وهو طيب وبيجيب الراجل العجوز وبيعتذر له على الحادثة دي، بس الراجل بيبقى طيب وبيسامحه. وهنا كاسكو بيروح لباتشا وبيقول انه كدب عليه وان الجو في التل بتاعهم مش حلو وانه قرر يبني المنتجع بتاعه في تل تاني فاضي عشان ما يأذيش حد وبيشكره، فبيفرح باتشا جدا. وكمان كاسكو بيبني المنتجع في التل اللي جنبه على طول وبيعيشوا وهم مبسوطين جدا. وفي الناحية التانية كرونج بيرجع للكشافة وبيعلم الولاد كلام السناجب ومن ضمنهم إزمة اللي مش طايقة نفسها. وبيبدأ الفيلم بالإمبراطور كاسكو اللي بيتنازل شوية وبيعرفنا ان الفيلم ده عن كرونج مش عنه. والله مش عارفين نودي جماله دي كلها فين. يلا بقى نروح لكرونج اللي بنشوفه في حالة مزرية ومتغرق بالجبنة وحالته حالة، وعشان نعرف ايه اللي وصله لكده هنرجع بالزمن حبة حلوين، لا مش للدرجات دي يعني. النهارده الصبح كان يوم عادي جدا، كرونج شغال في المطعم وبيوزع الأكل على الناس اللي كلهم بيحبوه جدا، بس فجأة بيجيله جواب بينزل عليه زي القدر مستعجل وبيسود اليوم في وشه. ده جواب من باباه وكتب له فيه انه جاي يزوره النهارده. طبعا ده بالنسبه لكم جواب عادي وحلو كمان، لكن بالنسبه لكرونج دي اسوأ حاجه ممكن تحصل له، لان بابا جاي وكله امان انه يشوف ابنه عنده بيت على التل ومتجوز ومخلف كمان، وده بالنسبه له النجاح. فكرونج بيفضل يفضفض مع صاحبه المطعم، وبصراحه هما ما قالولهاش اسم في الفيلم، فانا هسميها روز على اسم روز بتاعت ماري جوشواشني، نفس الصوت ونفس الشخصيه اللي كارهه الدنيا، عاملين زي شفيق كده. واللي اكد لكم ده ان روز مش مهتمه بكلام كرونج اصلا، هو بالنسبه لها زي سبونج بوب كده، وهو بيفضل يقول لها ان كان عنده كل ده بس هو اللي ضيعهم من ايده، ولو بابا جه وشاف الفشل ده هيوريله وشوش صعبه جدا، بس اصعب حاجه المناخير المفتوحه على البحري. فروز بتستغرب اللي قاله ده، بصراحه اي حد مكانها لازم يستغرب، دي لو ما استغربتش تبقى هي الغريبه. وبيكمل فضفضته وبيقول لها ان باباه من هو صغير شايف الطبخ وحبه وكلامه مع السناجب ده هبل، وانه لازم ياخد الحياه جد لو عايز يفلح في حياته، وانه طول عمره بيحلم بباباه انه يرفع له صباعه الكبير، بس عمرها ما حصلت. انا في حاجه كده خدت بالي منها لازم اشاركها معاكم. انتوا عارفين يا جماعه انا مش بخبي عنكم حاجه، محدش خد باله ان بابا كرونك شعره ابيض من ساعه ما كرونك كان صغير، عامل زي كولونيل ساندرز بتاع كنتاكي كده، الواحد نفسه يشوفه لما كان شعره اسود. وهنا روز بتحاول توقف كرونك وبتقول له هتفضل تحكي لي قصه حياتك ولا تشوف شغلك؟
بس هو ما عندوش دم، وبيقول لها الحياة أولويات، وبيحكي لها قصة حياته فعلا. وأول قصة معانا قصة بيته اللي كان فوق التل وإزاي خسره. والحكاية بتبدأ بكرونك سبحان الله وهو بيوزع الأكل على الناس سبحان الله برضه. وفي جولته في توزيع الأكل بيعدي على أصحابه العواجيز وبيحط لهم أكل وعصير كمان. ولما كرونك بيقول لهم إن مفيد الكل بيشربه، ولما بيجوا يديله فلوس الأكل بيرفض، بس بيقولوا له إنه لازم ياخد الفلوس دي عشان يعرف يحوش ويجيب البيت اللي على التل اللي نفسه فيه. فبيوافق وبياخد الفلوس، وكل ده بتكون إزمة شايفاه وسامعاه. أنا قلت في الجزء الأول ما بتموتش، كل شوية ترجع تاني وما بتسيبش كرونك في حاله، وبترميله كوين قدامه وزي العبيط بيروح وراه لحد ما بيدخل مكان. وهنا بتظهر له إزمة اللي أخيرا خلصت من شكل القطة، يعني مش قوي بس هو أحسن من مفيش. وبتبتدي تحكي له إنها اتغيرت وبقت تساعد الناس، وإنها اخترعت إكسير الشباب اللي بيرجع الشباب لأي حد، وإنه أكيد مش هيبخل بيها أصحابه العواجيز. وبتفضل تزقه على الموضوع زي الشيطان، وبتقول إن أصحابه بيثقوا فيه وهيشتروا منه لو قال لهم المفيد، وهو زي العبيط تاني بيوافق. بس هو بيكون فاكره كويس، ما تطلبوش يا جماعة. ده حتى بيقول لها إنه مش هياخد فلوس منهم، لكن إزمة طبعا بتدخل من نقطة ضعفه باباه، وإنه محتاج فلوس عشان البيت. فكرونك بيوافق وبيبتدوا على طول، وبتفضل إزمة تكلم الناس قد كده عشان يشتروا، بس ولا أي صوت غير صوت صرصور الحبل أوكرد مومنت. بس أول ما كرونك بس بيفتح بقه بيجروا يشتروا على طول وبيشربوا، والكل بيوهم نفسه إن رجع لشبابه. بس طبعا مفيش الكلام ده، عشان اللي بيشربوه ده مش عايزة أقرفكم بس دي مية مجاري. يعني إزمة دي هي اللي دهنت الهوا دوكو وعبت الهوا في أزايز، وفعلا كل حاجة ماشية زي ما هي عايزة، وجمعت فلوس كتيرة. وكرونك برضو بيكون جمع فلوس البيت، بس اللي فاضل يلاقي البيت أصلا. وهو بيفكر مع نفسه بصوت عالي رودي بيجيله وبيعرض عليه يشتري بيت المسنين بتاعهم عشان هم محتاجين فلوس عشان يجيبوا إكسير الشباب. فكرونك ما بيصدق، وفي لحظة حط بيته مكان بيت المسنين، وحلم كرونك اتحقق. وكتب رسالة لباباه عن حياته وإنه بقى راجل مهم، وعن البيت وقد إيه هو جميل. وكل ده بيملي لتينا المساعدة الأولى بتاعته. أما مساعدته التانية بقى لينا مش تينا جت وقالت له إن رودي عايزه، وهنا بيدخل رودي عليهم وهو حالته مش كويسة خالص، وبيكون باع كل حاجة يمتلكها عشان الإكسير، حرفيا كل حاجة حتى هدومه. وما تسألونيش ليه سايب الطاقية عشان مفيش مبرر منطقي خالص بصراحة. وهنا بيسأله لو يقدر يساعده بحاجة عشان خلاص بقى على الحديدة ومعهوش فلوس يشتري إكسير تاني. فكرونك بيديله ازازة إكسير شباب، فرودي بياخدها منه بسرعة وبنشوفه كأنه بقى مدمن. فبيصعب على كرونك جدا، وبيكتشف بذكائه الخارق إن رودي قبل الإكسير زي بعده وإنه ما اتغيرش. فبيفهم إن الإكسير ده مش كويس وإزمة نصابة، فبيروح لرودي وبيفهمه الكلام ده وبيعتذر منه. بس رودي بيسامحه لأن ده كله إزمة سبب فيه. وعلى ذكر إزمة، هما دلوقتي بينتخبوها إمبراطورة، فبيجروا بسرعة عشان يلحقوا الكارثة دي قبل ما تحصل، وبيلحقوها فعلا. وبيقف كرونك يقول لهم على كل حاجة. أنا مش عارفة هما كانوا مستنيين كرونك عشان يفهموا إن الإكسير ده مغشوش، يعني مفكروش إن وشها بكل التجاعيد ويعني عاملة زي اللي بيخوفوا بيها العيال كده، ما خدتش الإكسير ليه ورجعت شبابها يعني. بس ما علينا، ده كرتون مفيش منطق في الكراتين خالص. فإزمة في اللحظة دي بيكون قدامها خيار واحد، أيوة هو اللي في دماغكم، بتجري وبتقولي فكيك وهم وراها، وبيفضلوا يجروا وراها ولا تقول شباب في ال20 نزلت عليهم الصحة مرة واحدة كده مش عارفة جايلهم منين. وفي آخر المطاردة العنيفة دي بيحصروها في النص. وهنا رودي بيقول حكمة الفيلم وبيقول لهم إنهم جري وراه كل المسافة دي، وإن السن ده مسألة إحساس. هم عشان وهموا نفسهم إن الإكسير كويس كان كلهم نشاط، ومن غيره برضه بيفضلوا يوهموا نفسهم إن هم كبار وما بيتحركوش من مكانهم. فيا جماعة السن ده مجرد رقم، وقالوها كتير زمان، الشباب شباب القلب. نرجع لإزمة اللي بتشرب أخطر تركيبة هي عاملاها، واللي مش هتخلي أي حد يقدر يلمسها، وفعلا بتتحول لأرنب كتير خالص. لكن هي عملت حساب البشر بس. فجأة في وسط ضحكتها الشريرة بيجي طائر وبيخطفها من وسطيهم. يلا تستاهل. نرجع لكرونك اللي صحابه بيصعبوا عليه جدا عشان ما عندهمش حتة يباتوا فيها، فبيضحي ببيته عشانهم وبيرجع لهم بيت المسنين بتاعهم، وبيودع تينا ولينا وبيمشي. وكده الحكاية خلصت، بس الفيلم لسه ما خلص. كرونك بيكون زعلان جدا، فروز بتقوله إن عمل الصح، لكن كرونك بيقول لها إن الصح ده خسروا البيت وبرضه خسروا البنت اللي كان بيحبها، وبيبقى عايز يحكي قصتها هي كمان. بس روز بتفضل تقول إنها مش عايزة تسمع وما يقولش، بس هو بيكون خد القرار خلاص وبيبتدي يحكي فعلا. هي لينا مش فايتة. يلا بينا على القصة التانية. والحكاية بتبدأ بكرونك سبحان الله وهو في معسكر الكشافة معاه 5 أطفال، منهم ولاد باتشا تيبو وتيتي شيري. هي ما اسمهاش كده، بس أنا قلت لكم وجهة نظري في الجزء الأول، فاللي ما اتفرجش عليها آخر نداء لطيارة الدوحة يروح يتفرج عليه، هيعجبكم جدا. نرجع للجزء ده بقى، وبنعرف إن هم فازوا بكاس مسابقة السناجم السنوية مرتين وبيحلموا بالتالتة. بس المرة دي مش زي أي مرة، بيجيله السنجاب الكيوت بتاع الجزء الأول. اللي فاكر السنجاب ده عمل ايه في الجزء الأول يقولي في الكومنتات. وبيقولوا إن فريق القائد بتاعه اسمه بيردول موجود،
وحاطين عينهم على الكاس وناويين ياخدوه السنة دي منهم. وبيكون فريق ايه شكله مقطع السمكة وديلها. فكرونك بيطمنهم وبيقول لهم ما يلاقوش منهم وانهم ان شاء الله هيكسبوا، بس الاهم من المكسب انهم يستمتعوا باللعب. ودلوقتي جه ميعاد مسابقة السباحة، وهنا بقى بنشوف الاختلاف الشديد بين تجهيزات فريق كرونك للمسابقة وقد ايه هي همجية وعفوية، وبين فريق بيردول اللي كله نظام. بيفكرين بين الفرق بين مدرسة عاشور ومدرسة الإخلاص. وفي الوقت اللي فريق بيردول بيعوم بكل لطف وجمال ونظام، بيهجم عليهم فريق كرونك وبينطوا في المية، فبيعملوا موجة كبيرة طلعتهم على الشط كلهم وبيكونوا مبسوطين جدا. لكن فريق بيردول بيكون متضايق قوي، واللي حصل ده قطع اللحظة على بيردول وكرونك، اللي بيكتشف ان بيردول دي بنت جميلة جدا مش ولد، وبيعجب بيها جدا وهي كمان بتعجب بيه، وبينسجموا مع بعض قوي. لكن لما بيشوف الموجة اللي حصلت بيجروا على الولاد. كرونك بيكون مبسوط وفخور بيهم جدا، بس بيردول بتتعصب عليه عشان فريقه كان هيغرقهم، وكمان بيشجعهم على كده، وان كل اللي يهمه المكسب وبس، ومش هم مشاعر الاطفال، ونبوظ عرض السباحة عليهم. وبما ان كان المفروض هم يبتدوا العرض الاول وبعدين كرونك، وهو دخل كده في النص، فبتقول ان المفروض يخسر. والحكام بعد ما بيسمعوها بيقرروا ان هم يدوا نقطة مسابقة السباحة لبيردول، وكده بقى 1-0 لبيردول. ومن هنا ابتدت المنافسة والتحدي بين الفريقين، وكل واحد بيدفن حب التاني في قلبه وبيعندوا مع بعض. ويلا بينا على المسابقات. بيبقى فيه تنافس شديد جدا، كل واحد عايز يكسب، والمنافسة ولعت بينهم. مرة كرونك يكسب، التانية بيردول تكسب، وبيفضلوا يعلوا على بعض جامد جدا لغاية ما بيتعادلوا في الآخر. وكده اتبقى تحدي واحد اللي هيحسم مين فيهم اللي هيكسب، وهو استعراض المهارة. وهنا الفرق بتروح عشان تتدرب، وكل واحد فيهم بيفضل يقول للأطفال إن هم لازم يتمرنوا جامد جدا. ده حتى كرونك بيقول لهم اعملوا أي حاجة تكسبكوا. فمن الجملة دي تيبو بيقرر يغش عشان يكسب كرونك وما يزعلهوش. وكرونك بيفضل يقول لهم إن منافسينهم دول دلوقتي بقوا أعدائهم، وبيخليهم يتمرنوا طول الليل لحد ما بيتعبوا خالص. وكده ما بقاش في وجود للانبساط هو الأهم. نروح بقى لفريق بيردول اللي ما اتغيرش عن فريق كرونك، وبرضه بيردول بتفضل تسخن الأطفال على الفريق التاني وتقول لهم إن هم أعدائهم ومش تسيبهم يرتاحوا أو يناموا، بتفضل تدرب فيهم لغاية ما بيتعبوا خالص. فبتحط كل الذنب على كرونك وبتتضايق منه، وتقرر تخبز لهم عيش بالزبيب عشان تبسطهم. وده برضه نفس تفكير كرونك بالملي، اللي بيبتدي يعمل في العيش لكن بيلاقي البيت بتاعه مش موجود، فبيروح عشان ياخد من بيردول. ولما بيشوفها زعلانة وبتخبز عيش قلبه بيحن، ولسه هيروح يتكلم معاها شيطانه بيوزوا عليها وبيقولوا انها سرقت البيت بتاعه، فيعني ربنا يقدر على فعل خير. فكرونك بيروح يشوط فيها من غير تفكير، بس هي بتعرف ازاي توقفها عند حده عشان هو كمان طلع واخد الزبيب بتاعها. بس الخناقه بينهم بتوسع حبتين 3، وبيردول بتقع وبيقع عليها الزبيب بتاعها، وهو برضه بيقع وبيقع عليه البيت بتاعه. او في الاخر كل واحد خد حاجته، بس بيردول بتعيط، فكرونك بيزعل وبيروح يقومها. ومن هنا ابتدوا يتصالحوا، وبيقولوا لبعض ان الولاد مش مبسوطين وهم السبب في كده، وبيتصالحوا فعلا، وبيبتدوا يعملوا العيش مع بعض وبيقضوا يوم حلو جدا، وبيفضلوا يرقصوا مع بعض وهم مبسوطين. هما بصراحه بيرقصوا بطريقه غريبه شويه ما فيهاش ريحه الرومانسيه، بس اهي نفس الدماغ. المهم ان هم اتصالحوا وكمان حبوا بعض جدا. ومن اللحظه دي بقى هو بقى كرونكي كو وهي بيرتي كو، يعني ايسو وويسو الكرتون. فكرونك طبعا بعد اليوم الجميل ده لازم يكتب لباباه ويطمنوا عليه ويقول له ان لقى فتاة احلامه، وبينام. وتاني يوم هو يوم اخر تحدي، بس بيبقى يوم على غير المتوقع هادي، لان خلاص الحرب انتهت وبقت سلام. وكرونكي كو وبيرتي كو بيدوا الولاد العيش السحري اللي كان السبب في صلحهم، وبيعرفوا الولاد ان خلاص الطار اللي بينهم انتهى ومفيش عداوه، وان الانبساط هو الاهم. بس للاسف كل الكلام الجميل ده تيبو ما سمعهوش عشان بيكون مشغول في تحضير خطته، بيعمل بودره العفريت اللي هيحطها على جير الايدين بتاع فريق بيردول عشان يخسروا. ودلوقتي جت اللحظه الحاسمه وبتبدا المسابقه، وكل واحد بيتمنى الحظ للتاني. وبيبتدي فريق كرونكي كو وبيعملوا استعراض حلو قوي، وفي نص الاستعراض تيبو بيتسحب وبيجري يحط البودره على جير الايدين بتاع الفريق التاني، وبيرجع تاني للاستعراض، بس ما خدش باله ان الكيس اللي كان فيه البودره بتاعته وقع منه. طبعا ما حدش يسالني هم ازاي ما خدوش بالهم انه اختفى، وان العرض المفروض منظمين عليهم كلهم، بس احنا اتعودنا على كده من ساعه فيلم كرودز، واللي ما شافوش فاتوا كتير قوي. هتلاقوه في الاي دلوقتي، ابقوا شوفوه. خلاص ما بقيناش ندق على الكرتون، نرجع بقى للفيلم. وبيخلصوا الاستعراض، ودلوقتي جه دور فريق بيرتيكو اللي كله بيحط من جير الايدين، وبيبداوا الاستعراض وكل حاجه بتكون تمام. وهنا تيبو بيقول لكرونك على كل اللي عمله، وانه سمع كلام وان هم لازم يكسبوا باي شكل، لا وكمان بيطمنوا ان هم يكسبوا. في اللحظه دي فريق بيرتيكو ايدين بتاكلهم، فبيختل توازنهم وبيقعوا، وكرونكي كو ملحقش يمسك بيرتيكو للاسف. وهنا بتشوف بيرتيكو الكيس بتاع تيبو وبتبتدي تزعله على اللي عمله، فكرونك ضميره بيصحى وبيخاف لا تيبو يعيط وانه ملوش ذنب، هو بس سمع كلامه. فبيضحي بحبه لبيرتيكو وبيقول لها الحقيقه وان هو السبب ده عشان قال لهم اعملوا اي حاجه تكسبكم.
فبتنصدم بيرتيكو وبتزعل جدا وبتنهي علاقتها مع كرونكيكو. وكده خلصت قصة حب بيرتيكو وكرونكيكو. ورجع كرونكيكو كرونك عادي وبيفضل يعيط في المطعم. وكده احنا عرفنا ازاي خسر بيته وخسر حبيبته. فاضل نعرف ايه اللي غرقه جبنا كده. هو اكيد الموضوع ده مش هيخرج بره باباه اللي خلاص هيوصل في ثانية. فروز بتقول لكرونك يقول الحقيقة، بس طبعا كرونك مش بيوافق وبينهار ومبيبقاش عارف يعمل ايه لغاية ما بيشوف باتشا وكأنه وقع من السما. فبيطلب منه طلب صغير جدا وبيقول انه واقع في مصيبة. بيطلب منه مراته وولاده وبيته كمان. فباتشا بيوافق عادي، اللي هو دي مرات اخوك وولاد اخوك وبيت اخوك واحد يعني. الحاجات الصغيرة دي متتكلمش فيها، بس مراته بتكون متضايقة ورافضة حقها بصراحة. بس باتشا بيفضل يتحايل عليها. انا مش عارفة ازاي جوزها هو اللي بيتحايل عليها مش كرونك. بس باتشا برضه اول ما بيسمع بفظاعة المناخير المفتوحة على البحري اللفظ بيهز من جوه جامد. وقبل ما ياخد الرد من مراته بيكون فات الاوان وبابا كرونك وصل. فبيجري باتشا وتيبو بسرعة عشان يلاقوا حل ويلحقوا كرونك. وتيبو وهو بيجري بيشوف رودي وبيقول لها الحكاية كلها. ونرجع للمطعم. بابا بيكون اقصر كتير بصراحة من اللي انا توقعته من كلام كرونك، بس الحق يقال هو شكله عصبي وبيروح لكرونك. فكرونك بيتخض وبيقول لبابي، فبيجيله الرد اللي يتدرس ده. امال فاكرني مين؟ خالتك زليخة؟ كان لازم تسمعها منه، قالها حلو قوي برضه. واللي ما يعرفش انا قلت برضه ليه يتفرج على الجزء الاول هيعرف. نرجع لمرات باتشا اللي بتضطر تجاري كرونك وتقول لبابا انها مراته. والله كتر خيرها يعني، بجد المره دي مش هزار. وكرونك بيكمل كدبته وبيشاور له على بيت باتشا كانه بيته. فبابا بيفتخر بيه لدرجه انه خلاص كان هيرفع له صباعه الكبير اخيرا. لكن بيجي باتشا بيبوظ اللحظه وبيكون عامل فيها ست. وكان لسه هيقول ان مرات كرونك حاجه بشعه بصراحه، بس كرونك بيلحق نفسه وبيعرب بابا عليه على انها حماته. فالحمد لله انه ما بيشكش في حاجه. بس كرونك ما بيبقاش عارف يعمل ايه، يقعد مع باباه ولا يشوف طلبات الزباين. وبيفضل يجري من المطبخ للمطعم من المطعم للمطبخ كتير جدا. لا وكمان مش كفايه اللي هو فيه ده، رودي بيجي يعك الدنيا اكتر وبيقول انه مرات كرونك. فكرونك بيجري من باباه، بس هيروح منه فين؟ ده المطعم كله قد كده. بيجيبه وبيبقى مستني منه توضيح. انتوا فاكرين ان ده كل حاجه؟ يبقى ما شفتوش حاجه. بيجي طفلين من الكشافه فوق بعض على انهم برضه مرات كرونك، وكمان صحاب العواجيز كانهم ولاده. فباباه خلاص بيكون هيفرقع، وكمان الجبنه اللي في الفرن واحنا كمان بصراحه. بس كرونك يا عيني بيبقى واقف في موقف لا يحسد عليه، صعبان عليا جدا. وهنا بيجوا كمان تينا ولينا اللي نسيناهم من اول الفيلم، وهم كمان مراتات كرونك. اظن كده بقى خلاص كل شخصيات الفيلم خلصت. لا بصراحه لسه ما خلصتش، لسه اهم واحد الامبراطور كاسكو اللي بيحشر نفسه في الفيلم وخلاص. اصله ما يقدرش يبعد عن الاضواء، وفي اللحظه دي الاضواء كلها بتفرقع فيهم والفرن بيفرقع والجبنه بتملى المكان. وهو ادينا عرفنا ايه اللي وصل كرونك للجبنه، ايه الكذب. فدلوقتي دي وقت الصراحه. فبيصرح كرونك باباه بكل اللي حصل وبيقول انا مش لازم زوجه وبيت فوق التل عشان يبقى ناجح. هو كده ناجح ومعاه كل اصحابه اللي بيحبوه وبيحبوه. ده حتى روز طلعت كان بتسمع له باهتمام وبتدافع عنه كمان، وكل اصحابه بيدافعوا عنه برضه. فبعد ده كله باباه بيقول له انا فخور بيه. واللحظه اللي الكل مستنيها من اول الفيلم جت. باباه بيرفع له صباعه الكبير اخيرا. ايه مفيش مبروك؟ اظن كل حاجه بقت تمام، ولا انتوا مستنيين حاجه تانية؟ انا مستنيه الصراحه. بيرتيكو بتيجي فعلا مع تيبو، هو اللي بيجيبها وبتسامح كرونكيكو وبتقول له انها بتحبه. خلاص ما بقاش كرونك، بقى كرونكيكو. وكده كرونكيكو وبيرتيكو وكل بقى سعيد وبيرقص ما عدا إزما اللي اعتقد كده انها مش كويسه. بس يا ريت بس ما تظهرلناش تاني، انا خايفه تظهر لي في احلامي بعد كده، وهي دي بجد اللي تسمى هابي اند. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه واستنوني في الفيلم الجاي.